النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد، وهو السائل اللي بنحطه على الدقيق عشان يطلع لنا الفيش الجميل ده. مش اي حد بيعرف يعمل السائل ده. احنا النهارده هنعمل السائل ده مع بعض، اللي هو مكون من سمنه ولبن وسكر وكركم ومحلب. انا هقول لك المقادير المظبوط عشان يطلع الفيش معاكي عالي وطري بالطريقه دي. تعالي معانا نشوف السائل بتاع الفيش معمول ازاي. انا النهارده هعرفك ازاي تعملي السائل بتاع الفايش. كلنا بنسال هنسقي ايه الدقيق بتاع الفايش. طيب، ده كيلو لبن، ده لبن حليب من عند بتاع اللبن علشان يبقى بخيره. هحط على الكيلو اللبن ايه؟ ده مقدار كل كيلو دقيق من الفايش عليه السائل ده. عليه كيلو لبن، ده نص كوبايه سكر. ده يا جماعه لكل كيلو دقيق. نقلب كده السكر كويس. طيب، هنحط ايه كمان؟ يعني كيلو لبن على نص كوبايه سكر على كوبايه سمنه بلدي. دي كوبايه سمنه بلدي انا مسيحاها تسيح بسيط خالص علشان الفايش بتاعك يبقى طعمه حلو جدا. لازم تبقي ضامنه نوع اللبن اللي انت جايباه ونوع السمنه اللي انت جايباها. يبقى ده كيلو لبن، نص كوبايه سكر، كوبايه سمنه بلدي. هنحط ايه كمان؟ هنحط معلقه محلب مطحون. ده محلب مطحون، معلقه محلب مطحون. ونقلب برضو كده. ده لكل كيلو دقيق، المقدار ده لكل كيلو دقيق من الفايش. هنحط ايه كمان؟ هنحط معلقه كركم. الكركم ده بيدي الفايش بتاعنا لون حلو جدا، وكمان بيديله طعم وبيديله فوائد غذائيه كتيره قوي، لان الكركم مهم قوي لجسمنا. هنقعد بقى نحط الخليط ده على النار ونقلب فيه لغايه لما يسخن، ويبقى كده خلاص الخليط بتاعنا اللي هنسقي بيه الدقيق، اللي هنخلط الدقيق بتاع الفايش بيه. يبقى ده لكل كيلو دقيق من الفايش نص كوباية سكر، كوباية سمنة بلدي، معلقة محلب مطحون، معلقة كركم مطحون. ولازم تجيب الخامات بتاعتك من عند عطار انت واثقة فيه، علشان اي خامة من الخامات دي لو مش حلوة هتطلع لك الفايش مش حلو. خلاص، يبقى ده الخليط اللي هنحطه في الدقيق عشان يطلع لنا احلى فايش ان شاء الله. احنا طبعا عمالين نقلب كده لغايه لما اللبن يسخن بتاعنا. بصي بقى، علشان لبن جايبينه من عند اللبان. بصي قطع القشطه اللي فيه لسه ما ساحتش اهي. علشان كده بقولك لازم تجيبي المكونات بتاعتك من اماكن انت واثقه فيها. بصي قطع القشطه، ودي السمنه. خلاص كده يبقى السقاء بتاع الفايش بتاعنا خلاص كده خدنا اللون الحلو بتاع الكركم، وحطينا المحلب وحطينا السمنه والسكر. كده الخليط جاهز ان احنا بقى نحط عليه الدقيق ونحط عليه خميره الفايش. هنا عايزه اوريكي بقى دي الخميره الثانيه بتاعه الفايش بتاعتنا. يعني الخميره الاولانيه بتبقى عايزه تعمليها بالحمص اعمليها، عايزه تعمليها بالسمسم اعمليها. بتبقى كوبايه لبن على معلقتين حمص مطحونين وتبيتيهم ليله. بعد كده تخرجيهم لما يخمروا، تحطي عليهم كوبايه ميه وكوبايه ونص دقيق وتسيبيهم لما يخمروا بالطريقه دي. بصي الخمران ده هيخلي لك الفايش بتاعك ناجح جدا. بصي سامعه صوت الفقاقيع. ودي الخميره الثانيه بتاعت الفايش. كده خلاص الادوات كلها بتاعت الفايش بتاعتي جاهزه. هحط بقى الماده السائله على الخميره دي وبعدين الدقيق واعجن واسيبه علشان يخمر. طبعا كده خلاص كل الادوات جاهزه زي ما قلتلك. الخميره دي تاني خميره طبعا. الخميره الاولانيه بتاعت الحمص زي ما قلتلك، والماده السائله عملناها مع بعض. هنحط بقى الدقيق والماده السائله ونعجن، وبعدين نسيبه يخمر ونقرص، وبعد ما نقرصه ونسيبه يخمر تاني، وبعد كده ندخل الفرن
ويطلع وتاكليه بالهنا والشفا. عايزه تحمصيه حمصيه، عايزه تسيبيه طري سيبيه، وبالهنا والشفا.